انت من الناس اللي دايما بتعمل اويرنس عن فكره الفاينانشال ليترسي. يس. تمام. ومن الناس ممكن اقول لك ان انت انقذت ناس كتير جدا من الوقوع في الفخ، خصوصا انت عارف ان في كورسات كتير بتتباع على الموضوع ده، يلا هتعمل مليون دولار بكره من الاف $2 اكس وحول 1500 جنيه رجعهم لك 15,000 والكلام ده يعني. فاولا انا بشكرك ان انت بتعمل ده، لان المجتمع عندنا محتاج ناس زيك كده. تابعت البودكاست بتاعك بشغف جدا، خصوصا ان انت بدات من مجال زي كول سنتر تقريبا. تمام. من تحت خالص. من تحت خالص. لا ده على فكره عشان الناس ما تفهمناش غلط. كول سنتر مش تحت خالص، بس انا نزلت تحت الكول سنتر بكتير كمان والله. بعد الكول سنتر نزلت تحت الكول سنتر بكتير، فيعني الحمد لله ادينا بنتعلم يعني. طيب لو انت هتوصف رحلتك من تحت، لان انت بقيت بتعمل كونتنت وبقيت معروف ان انت بتدي ادفايسز او نصايح استثماريه، مش هقول استثماريه بمعنى كلمه استثماريه، بس راجل نصايح ماليه بسيطه. توصفها ازاي؟ الكلمة الأولانية توفيق من عند ربنا في المقام الأول بعد سعي العبد لله. يعني أنا مش شايف فيها أي شطارة مني في المكان اللي أنا فيه، كنت ممكن أبقى مكان أي حد من الناس الكتير اللي واقفة ورا الكاميرا، بس أنا شايفه أنا سعيد وعملت اللي عليا وأخلصت بجد والله، ومش كلام كتب، أخلصت لله اللي أنا بعمله، فربنا وفقني في رحله، والرحله لسه مكمله يعني. الحمد لله. انا لسه بقول انا ما عملتش حاجه يعني. طب تقول ايه للناس اللي بيضحك عليها فكره الاف اكس والحاجات اللي عمالين نسمعها كل يوم؟ اهرب. والله اهرب. يعني الاف اكس ماركتس او الفاينانشال ماركتس بشكل عام، الاسواق الماليه ليها قواعد وليها اسس وليها اصول، وكل صنعه وليها اصول يعني بجد والله العظيم. وليها حيتان. في حيتان موجودين في البورصه بتاعه الاسهم، في حيتان موجودين في اسواق ادوات الدخل الثابت اللي هي اسواق اصلا الفولاتيليتي او الاهتزازات السعريه بتاعتها مش كبيره، زي اسواق السندات واذون. في حيتان في الحته دي، في حيتان في الاف اكس، في حيتان في الكريبتو، في حيتان في اسواق المشتقات الماليه بشكل عام، اسواق الديريفاتيفز بشكل عام على مستوى العالم. بيبقى في حيتان ويلز كبار جدا، وبيبقى في ماركت ميكرز، وبيبقى في هاوس هولد وانديفيدوالز وانفسترز. هتيجي انت بقى الراجل اللي بيطلع لك لابس البنطلون اللي هو الضيق المرفوع عند رجله، بيمشي داخل هول في مكان وناس كتير بتسقف له، وعلمك التداول في 45 دقيقه. ده ما يعني ده ملهوش اي اسس، ملهوش اي حاجه تتقال اكتر من ان هو forgive my language، هو هبد شويه. يعني كلمه هبد دي كلمه بسيطه، فبستغرب ان الناس بتنساق وراهم. وللاسف الناس دي ما بتعملش فلوس اصلا. الناس دي يعني نقول عليهم poor people. بيعمل، لا ومش من الكورسات والله، بيعمل فلوس شويه فكه من الريفيرلز. وبجد والله حتى لو كانت الفكه دي 30 و40 و50 الف دولار، دي فكه يروح للاي بي بجد والله. تعمل مع البروكر يعمل ليكويديشن، هو يعمل فلوس. شغل الناس مش فاهمه ان بيبقى فيه الجوريثمز بشكل معين على المنصات دي. ما بيعرفوش ان هم فول وقود للنار، بمعنى اصح فول للبلاتفورم وللصرف بتاع التكنولوجي والتطوير بتاعها، بيتبلعوا في ثانيه. كنت انت من فتره كده كنت اتكلمت عن سوق المعادن، وكنت اتكلمت على الفضه. احنا الفضه النهارده تقريبا 120% حصل من ساعه لما شفت الفيديو بتاعك. طيب هقول لك على حاجه. الفضه انا وصيت بيها كشراء فضه عادي، لان انا بشتغل في البلدي. يعني انا لسه حتى بتكلم من كام يوم، اسعد حاجه بالنسبه لي لما اقعد اتكلم مع الناس واسمع منهم الناس ايه اللي شاغل بالها، ايه اللي شاغل تفكيرها، قلقانه من ايه، خايفه من ايه، الحاجات دي كلها. فقلت احنا ما عندناش فيكلز او ادوات استثماريه او اوعيه استثماريه للفضه في مصر لاسباب كتير جدا اتكلمت فيها كتير، وزملاء كتير جدا من الاسset مانجمنت اتكلموا فيها. ان الفضه التخزين بتاعها مختلف، وعشان النهارده اشتغل على نفس الميكانيكالز بتاعت صناديق الذهب اللي موجوده دلوقتي اشتغل بيها في الفضه، هيستلزم كاستدي او مساحه حفظ كبيره جدا، وليها قصه طويله يعني. انا وصيت على الفضه بالظبط من ايام ما كانت ب 29 دولار للأونصة. في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي وصلت 93 دولار. وانا واحد من الناس اللي بستثمر شخصيا في الفضه من كتير. يعني انا كنت بشتري
اربع فضه ربع كيلو دايما بشتريه بشكل دوري. وبحب الذهب على فكره، بحب الفيزيكال جولد وبحب الصناديق. فالفضه رجوعا لسؤالك، يعني الفضه حصل فيها كذا فاكتور الناس مش واخده بالهم منها. سيبك من حته الحاجه الاساسيه اللي احنا مش هنقدر نغفل عنها، حته ان فعلا عليها ديماند عالي. وطلع ايلون ماسك اتكلم قال لك كل عربيه تسلا بتطلع من عندي فيها 20 جرام اوف سيلفر، بتدخل في السولار بانلز، بتدخل في صناعات دوائيه. بس المشكله الاساسيه ان السبلاي بتاعها او الامدادات بتاعتها قليله جدا، وتكلفه استخراج أنصة فضه مكلفه جدا compared لتكلفه استخراج أنصة الذهب. تمام؟ فحصل ايه عليها؟ دول الفاكتورز الاساسيه اللي اثرت على سعر الفضه، مدفوعه طبعا بالجيوبوليتيكال تنشن اللي موجود على مستوى العالم. طول ما ترامب ماسك الحديده وبيلعب في البوليتكس اللي موجوده على مستوى العالم، طول ما احنا هنلاقي كل المعادن. الناس مش واخده بالها من النحاس على فكره، الناس مش واخده بالها من الالومنيوم، الناس مش واخده بالها من البلاديوم، الناس مش واخده بالها من في معادن كتير. حتى الحديد اللي هو الحديد خام الحديد اسعاره اتضاعفت بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت. فكل ما هو معادن، ثروه بتطلع من بطن الارض، ثروه ربنا حطها لنا في الارض، كل ده لو حضرتك بتستثمر فيه هتكسب. بس انت مش وارن بافيت. على الرغم يا ريت ابقى زي وارن بافيت، افكر بنفس المنتاليتي. انت مش راجل تريدر، مش هتفضل، انت مش هتغلب تجار الذهب مهما كان معاك من فلوس كتير جدا. مش هتغلب الراجل التاجر بتاع الذهب اللي فاهم السوق ماشي ازاي وبيتحرك ازاي. فاعمل المايند سيت. انا عايزك بقى تحوش، هو ده اللي انا ببنيه دلوقتي على فكره في شغلي دلوقتي. انا عايزك تحوش، عايزك تحوش صح، تحوش شويه في حته ارض، تحوش شويه في حته عقار، تحوش شويه في حته ذهب. وخد بالك، مش والله هقول لك على حاجه، انا حتى مش هروح للناس بالمصطلحات اللي هي الهيدجنج. لا بقول لك يا معلم، خد جزء من دخلك، مش استثمره، ادخره بس بحاجه ممكن يبقى ادخره على قيمه. وهو ده اللي انا اكشلي ببنيه دلوقتي، ورشاد عارف وحضرتك عارف. انا لما رحت بكره الحمد لله قضيت 5 سنين فيري سكسسفul، اتعلمت منهم كتير جدا في ازيموت انفستمنتس. ولما رحت از مانجنج دايركتور لبكره، قلت طيب هو العالم كله از جيتنج باك تو بيزكس، ليه ما نرجعش احنا كمان باك تو بيزكس؟ تمام. فقدمت للناس مثلا برودكت اسمه دفتر التوفير. انا لو جيت سالت اي حد من المشاهدين او الناس اللي بتسمعنا، هو اكيد باباك ومامتك حوشوا في دفتر التوفير، اكيد انت اتعمل لك دفتر توفير من وانت صغير. سو capitalizing على حته الاكسبيرينس اللي موجوده عند الناس. تمام. في نفس الوقت طلع بصندوق ذهب. هقول لهم ايه؟ مش هقول له صندوق ذهب، لان انا وكل الاسيت مانجرز بقى لنا 5 سنين في موضوع صناديق الاستثمار سكسسفul جدا، وعملنا ديسربشن قوي جدا في الاندستري جدا جدا جدا. بس الناس لسه عندها الاكسبيرينس بتاعه الشكمجيه مثلا. طب ما اطلع له البرودكت بتاعي الشكمجيه وادي له حته ذهب فيه. تمام. فتعالى اسال اي حد زملائنا حتى اللي بيشتغلوا معانا في الشغل، الراجل بتاع اللي بيساعدنا في النظافه في المكتب، او الناس الاوفيس بويز، او الراجل المندوب بتاعي بتاع البنك، او هي دي الفئه اللي انا بصراحه عايز اخدمها. لان I've been serving الالترا هاي نت وورث people more than 5 years. شفت وستيل I'm serving them. بس انا عايز اخدم الناس اللي تحت، الناس اللي فعلا بتدور على قرش زياده، بيدور ان هو يامن ويحس بحته الامان في مستقبله وهكذا. دول عدد كبير جدا. احمد انا ممكن نقعد بقيه الايفنت كله نتكلم. وانا موافق، انا ما عنديش اي مشكله. نورتني، وانا سعيد جدا ان انا قعدت معاك دايما بستفيد منك. وشابو على الويل اورجنايزد ايفنت، وثانك يو فيري ماتش على التوك بتاعتنا دي. بجد والله طالعه من القلب. وانا ضيف زي بس تمام. انا مبسوط كده في الاول على طول. انا مبسوط جدا. ميرسي جدا. اشوف حضرتك على خير.